الموقع يتقفل، الموقع اللي اتحول الى شتيمه وقله ادب وسفاله، مع احترامي طبعا الولاد اللي شغالين فيه، في ما عدا اللي قالوا ادبهم. اثنين، غلق قناه النهار، لان دي قناه اصلا طالعه قناه منوعات، واخد بالك الرصه بتاعتها منوعات، وعندها التزام بحاجه اسمها ميثاق شرف عربي مضوا عليه، ما فيهوش شتيمه. نمره ثلاثه، انا انتقدتك ولا شتمتك ولا روح ارفع عليها قضيه بالظبط، وهو لا يجرؤ، خلي بالك، او حضرتك روح قناه زي اللي حضرتك كنت فيها ورد عليها فيها. انما بتستغل وجودك في قناتك عشان الناس تقول لك مرتضى سكت ليه؟ لا، ده انا بعت ان انا ارد، والقناه على الكحكي، عمرو الكحكي، ابراهيم حموده، وليد والولد ده هم اللي رفضوا، تمام؟ والمصير القناه انا بقول لك اهو باذن الله ان شاء الله كراجل قانون ستغلق قناه النهار، سيغلق موقع اليوم السابع، ستلغى ترخيص قناه جورنال اليوم السابع، مع احترامي الشديد للولاد اللي هم شغالين هنا او هنا وهنا، واللي هو فاهمهم مرتضى بيشتم اليوم السابع الاسلوب اما بقى اللي حضرتك قلتيه بقى انه متجوز اثنين والكلام ده، لا ناجي بقى الحلقه الجايه، لا انا هجيب له مفاجآت، ده عايز حلقه ان شاء الله يوم الخميس ان شاء الله باذن الله مع الدكتور توفيق تنورنا يا ست المستشار. الجزء الثاني يا ستي اللي هي قناه جورنال الشروق. جورنال الشروق في رئيس تحرير محترم ولا مصمم انه محترم، اللي هو الاستاذ عماد حسين. ايوه. كان بيني وبينه حوار اول امبارح، انا كان كلامي واضح ما بغيروش. سيف عبد الفتاح، ايوه، احمد منصور، الواد اللي اسمه اللي من اليمن ده اسمه بلال فاطمه، ايوه خلاص، الواد وائل قنديل، اللي هم بتوع قطر والبنادق. فيما عدا ذلك في جورنال الشروق صحفيين محترمين، كلامي واضح، خلاص. الاربعه دول، وطبعا الاخ فهمي ويدي، ايوه، دول بيبثوا اسمهم. واحد لما يكفي فهمي ويدي ان جيش مصر مش قاتل بس، لا ده قاتل والعساكر حراميه، تمام. الاخ بقى ابراهيم المعلم بقى فاكر نفسه عنتر بن شداد، بس بقول لك كل حاجه نتيجتها ايه؟ عمل عليها حمله في الموقع والجورنال، ولا هزت شعره من راسي، لا ولا ده. ليه ابراهيم المعلم عمل كده؟ لانه كان عنده قضيه تربح واستيلاء على مال عام 150 مليون جنيه ومراته بنت احمد كمال ابو المجد. ما بخافش يا ابراهيم يا معلم، ما بتهزش يا اخ لمونه، مش انتوا اللي هتهزوا شعره في راسي. عارفه بقى حصل ايه؟ القضيه دي كانت في الادراج، لما اثرتها مع عزه والابراشي طلعت من الدرج. عارفه القضيه دي ايه بقى؟ ايه يا فندم؟ حاجه اسمها بتاع لجنه القراءه للجميع بتاعت سوزان مبارك. ايوه. كان الاخ ابراهيم معلم ومراته اعضاء فيها. يختاروا الكتب اللي هي طبعت مين ومين الناشر؟ الشروق. 150 مليون. طب تمام، يا ريت بقى يطبعوا ويوردوا، لا ياخدوا الفلوس، واخده بالك، ما يوردوش. ده ابراهيم المعلم والشروق والحمله اللي عاملاها يا عماد يا حسين يا صاحبين الشروق المحترمين ضد مرتضى منصور، اللي اقسم بالله العظيم لم تهز شعر لنا في معركه. أيوة. انا ضربتكم بقنبله ذريه، انت بتضربني طوبه. واحد يقول لك ايه؟ اعمل مسابقه مرتضى منصور الشتان. يا عم انا قليل الادب، بس باين ادب على اليمين والواطي واديك بالجزمه، تمام؟ وانا اللي مانع المحامين المحترمين يجوا لك الاستديو وانت جوه الاستديو يا لمونه، يطلعوك كده يلعوك مصر ويفرجوا مصر عليك ويحللوا لك كمان. طب انا اللي مانع المحامين، لان المحامين اصلا قرفانين منك. واقسم بالله صحفيين كتير كلموني قالوا لي انت داخل معركه مع ناس خونه ومأجورين. يا نيفين ده صفوت الشريف اللي عامل له الجورنال يا جماعه، احنا هنهرج. المهم، ايوه يا وانا حضرت عليها الكحكي، بالرغم انا محامي عليها الكحكي، بعت له الغاء الوكاله، خلي بالك، تنازل عن الوكاله، وقلت له لا يشرفني ان اكون وكيل لشخص عنده ولد قليل ادب بيقل ادبه على الناس. أيوة. الايام اللي جايه يا نيفين انت داخله في معركه مع ناس قبضه، مع ناس خونه. وانت بتقولي بقى لمونه كان مع الجاهدين، لا ده لمونه ده بلغ عن خاله امن الدوله، خد اعدام. حضرتك انا جايب لك وانا جاي المره الجايه ان شاء الله باذن الله، ان شاء الله، ويا ريت تكوني موجوده انت وعم عبد العزيز والدكتور توفيق، كلكم تبقوا موجودين. يشرفني سياده المستشار. عميل امن الدوله وهو بيكلم عمرو بن ممدوح اسماعيل وبيقول له يا عمرو جورنال اليوم السابع ده انا هاجمت النهارده هجمتين كده بالاتفاق مع امن الدوله، انا جاي علشان جمال مبارك اللي عامل راجل دلوقتي يا نيفين، خلاص. لكن مش عايزين نديله حجم اكبر من حجم، بس الناس عرفت ان انا بعت في ساعتها بالتليفون على تليفوناتهم وهغير الرساله لمصر كلها عشان ارد. واقسم بالله العظيم يا دورينا شرف الدين، انت وزير الاستثمار، لو ما اغلقت قناه الحياه وموقع اليوم السابع يبقوا قابضين منهم. كلامي واضح. النهار لو ما اتقفلش اليوم السابع، حضرتك قصدك قناه النهار، لان القناه اللي تتحول الى مشتمه والموقع اللي يتحول الى مشتمه وقله ادب لا يستحق ان يكون موجود. طبعا. خليني بقى في النهارده يا نيفين. النهارده بقى انا شايف المشهد الاتي. شايف رئيس وزراء لا مؤاخذه خرع.
ايوه. رئيس وزراء الحظر بعد ما خلص الساعه 7 انت عارفه بيقول كلام عبيط جدا، بيناشد الولاد اللي موجودين في الشارع بتوع الاخوان عشان خاطر النبي يمشوا. أيوة. يا راجل امشي انت، يا راجل انت من ساعه ما جيت انا كنت عايز افرح تعمل لي حد ادنى واكثر الاجور. انا كنت عايز افرح تعمل لي قانون للتظاهر. اللي بيحصل ده يا جماعه بلطجه. انا شايف عاملين مداخلات عندك وعند قناه ثانيه بيقول لك الجيش او الشرطه اللي بتوع الشرطه الضباط والعساكر زهقوا. لا الشعب اللي زهق. مظبوط. مفيش بلد هتقعد بالطريقه دي يا سي ببلاوي. مش هنخلص. انت والاثنين المساعدين بتوعك. وانا كنت فاكر ان الاخ حسام عيسى اللي كنت بقول اللي علمني الوطنيه ما شفتوش من 74 انه ذكر. لا هو زياد بهاء الدين الاثنين نواب للاسف الشديد نايمين على ودانهم. واحد عايز يعمل مصالحه والثاني ساكت ولا كان في حاجه موجوده. والاخ الببلاوي راح عامل حديث في قناه الام بي سي مش في قناه مصر الام بي سي وعامل حوار في برنامج الشروق اللي رئيس مجلس ادارته متهم باهدار المال العام واخده بالك. وبعدين عمال يلعب لي بصوابعه يمين وشمال. يا عم ببلاوي من فضل سيادتك حضرتك مش قادر اتكل على الله وروح. احنا ما فيش في الدنيا قانون طوارئ يعني مين بيتعمل وتطلع مش مظاهره بالليل. بتطلع مظاهره اصلا. عارفه ليه؟ لسبب بسيط جدا. ايوه. ممنوع التظاهر في الطوارئ. طيب انا النهارده في جامع. القران الكريم قال بعد ما اصلي الجمعه عامل ايه؟ ده القران بقى بتاعهم. خلاص اللي هو طبعا بتاعنا احنا كمان غصب عنهم. كلنا مسلمين طبعا. إيه؟ اسعى في الارض اشتغل مش اسعى في الارض فساد. صح. اللي بيحصل ده فساد. حضرتك يطلع من الجامع لو الجامع اكثر من 5 اضرب قنابل واقبض عليه. صح. حضرتك بتهزر وانت بتكتف وزير الداخليه والضباط والعساكر ما تسيبوهوليش لغايه يقعد من بعد الصلاه من الساعه 1 تقعدوا لغايه الساعه 6 او 7 6 ساعات طبعا قاطع الطرق وعمال يضرب نار في الناس ويموت في العساكر والضباط وبعدين تقول لي اصل انا والنبي يا حبيبي امشي. لا والنبي يا حبيبي امشي انت. صح يا فندم. بالك يا النهارده يا رئيس يا وزراء مصر يا تبقى ذكر وراجل يا سيادتك تروح الف سلامه. انما حضرتك اللي انت شايفاه دلوقتي ده احنا بنتحايل عليهم. شوف الامارات والسعوديه والكويت والاردن وانا خايف انسى ثانيه الكويت والسعوديه والامارات والاردن البلاد دي اللي وقفت مع مصر وعاملين نبوس ايديهم. حد يروح يشكرهم. بعت لهم احمد المسلماني. يعني انت عارفه الوحيد اللي عمل شكر مين؟ الاغنيه بتاع مصطفى كامل. يعني دي بتعبر عن شعب مصر. يا عم روح سافر اخسف 60 داهيه انت والنواب الاثنين بتوعك. روحوا سافروا السعوديه اشكروا السعوديين من هناك. روحوا اشكروا الاماراتيين. ده اقل واجب. روح ده اقل واجب يا اخي. يا اخي ده حتى في الفلاحين عندنا لما بيكون حد باعت لي هديه ولا في مناسبه جواز روح اشكره. طبعا. انما انت نايم لي على بطنك هنا مش عايز تتحرك وانت مش عايز تتحرك وانت مش عايز تتحرك والشعب تايه. وبعدين في النهايه ايه؟ الاستنزاف اللي بيحصل دوت اقتصادك بينهار. ما انا النهارده لما تقعد تعمل لي كده مين هيجي يستثمر؟ مين هيجي السياحه؟ خلاص اذا كان انا عندي 5 عيال عيل شغال المصنع هيقفل 5 يبقوا في الشارع. لا العيال بقى اللي في الشارع دول هم اللي هيطلعوا هم اللي هيولعوا في البلد. وانت رئيس الوزراء عمال تهزر مره مع منى الشاذلي ومره في برنامج الشروق. وبعدين هو حضرتك مش انا عامل بلاغ ضد القرضاوي وضد ايمن نور وضد العصابه واللي وحاتم عزام والناس دي كلها سفرتوهم ازاي؟ سفرتوهم طب سيف عبد الفتاح موجود والله يا مدام نيفين كان موجود دلوقتي في قناه الجزيره ساعه عمال يشتم في الجيش وفي الشعب. ما تقبض عليه. ده راجل بيحرض يريع ضد الجيش والشعب. وسيف عبد الفتاح ده مين؟ ما تجيبه ما تقبض عليه. دي اهانه للجيش. الواد اسمه وائل عباس والواد الثاني اسمه عمرو مش عارف عبد الهادي. العيال حتى بيعملوا من مصر هنا للجزيره بالتليفون. حضرتك مش عايز تقبض عليهم ليه؟ سيادتك سايبهم ليه؟ وبعدين في النهايه برضه فاضل حاجه واحده. بقول لشباب الالتراس اهلي وزمالك وانا وقفت معاهم كتير. انتم قتلتم اخواتكم في بورسعيد. انتم السبب. يا كل اب وام ليه ولد في الالتراس اللي شافهم النهارده رايحين في مصر رايحين جايين بقول لهم لكل اب وام ما تجيش تقول لي ابني مات يا مدحت يا شلبي وتقعد تعيط يا ام انت اللي بتموت ابنك وانت اللي بتموت ابنك. لان ربنا اللي قال لا تلقوا بانفسكم الى التهلكه. ويا التراس انتوا كان شباب عند الخمطاخ اذا كنتوا عايزين تصفوا حساباتكم مع الشرطه دلوقتي بالتضامن مع الاخوان المسلمين انا شايف 80% من المظاهرات التراس 6 ابريل اللي الاخ خيري رمضان صديقي العزيز لسه من شويه بيقول احمد ماهر نزل تويتر لا 6 يا جماعه مالهاش علاقه بالموضوع ما نزلتش. وخيري يقول لك ايه انتوا عايزين تظلموا احمد ماهر ليه؟ يا استاذ خيري انت راجل محترم. احمد ماهر جاسوس وخاين
مش انا اللي قلت، ده طارق زميله اللي كان معاه في 6 ابريل قال بيسافر يقبض ويجي. يا استاذ خيري فوق، ويا استاذ محمود سعد استضافاتك للاخ عمرو الحمزاوي والاشكال دي ما عادش ينفع، ده طابور 5 و6. لكن اللي احنا فيه دلوقتي ما يرضيش ربنا. مفيش شعب بقاله يا جماعه من يناير 2011 لغايه النهارده في المصائب السوداء دي. صعب. مفيش شعب كده. وكل يوم جمعه يا سياده المستشار تعبنا. الاخ بتاع القناه الحياه اللي بيستضيف لي طفل الواد اللي اسمه خالد داوود، مين وايه، كلهم سم ضد الجيش. دول بقى عملاء البرادعي. يا جماعه مفيش بلد هتمشي كده. يا سياده رئيس الوزراء، يا سياده رئيس الجمهوريه فوق حضرتك. انا طلعت صليت الجمعه، ربنا اللي قال اصحى في الارض خير في شغلك، مش هيطلع يضرب قنبله او اقفل لي شارع وهو طالع. حضرتك تروح بيتك فوق دماغي. حضرتك عايز تروح تقعد على قهوه، تقعد في نادي دماغي. حضرتك هتعطل المرور وهتقرفنا رايح جاي. لا، الكلام ده مش موجود. والحكومه اللي مش قادره تعمل دور، اقسم بالله الشعب هينزل يعمل دور، لان الشعب زهق منكم ومنهم. صح. لكن اللي احنا فيه دور شيء تعدى، ما حدش بيشتغل، الناس خايفه تمشي في شوارعها. فعلا. وديك مش شايفه كل همهم شارع احمد عرابي والسنكس عشان يسكت الناس. ولا تقدروا. وقال لك من اسبوعين هنعمل وقفه قدام بيت مرتضى منصور مكتبه، رجالتي كانوا هناك جروهم زي الفيران. اخيرا يعني دي لغايه ما نتقابل ان شاء الله في الحلقه يوم الخميس باذن الله. يشرفني سياده المستشار. عايز اقول حاجه. اتفضل. سوريا يا جماعه دي اللي حاربت مع مصر في 73. ما ينفعش البيانات اللي بتطلع العبيطه دي. لا، ده يطلع الاتي النهارده: اي عدوان على سوريا هو عدوان على مصر. احنا بشار الاسد شعبه يحاسبه، لكن مش امريكا. ده النهارده هولندي بتاع رئيس جمهوريه فرنسا قال كلام غريب، قال لك البرلمان البريطاني رفض، بس احنا برضه هنطرق. الله، ايه البلطجه اللي في العالم ده؟ هو انت النهارده مأجلني يا مصر عشان تاخد سوريا؟ وبقول لك اهو، لو سوريا انضربت مصر هتنضرب بعديه. مظبوط يا جيش مصر وسوريا طول عمره. وبعدين انا عايز اعرف جيش حر ايه ده اللي يستدعي ناس شات عصابات بلطجيه يقول لك ايه احنا جيش مصر، احنا جيش سوريا الحره. جيش سوريا حر ايه؟ اللي حصل في مصر من الاخوان هو اللي بيحصل في سوريا دلوقتي. بالظبط يا جماعه. قصه الكيماوي ده فيلم وهمي معمول زي البرادعي ما عمل فيلم القنبله الذريه ولا زفت في العراق على دماغه في العراق، والعراق اتدمرت بقت 18 دوله وكل يوم الناس بتموت بعضها. الدور على سوريا، خلاص سوريا ياخدوا مصر. يبقى اقوى 3 جيوش في المنطقه انتهوا، وشكرا يا اسرائيل. وعلى فكره امريكا قالت كلمتين حلوين جدا، بس الاغبياء اللي بينزلوا كل يوم مظاهرات دول قالت ايه امريكا؟ قالت مفيش قوه في العالم تقدر تحارب شعب مصر من بره. عايز تخلص على مصر من جواها، وده اللي بيحصل دلوقتي. وده اللي بيحصل بالفعل. وده اللي بيحصل دلوقتي. احنا بنحارب بعضنا. ينزل الشارع بعد صلاه الجمعه او في اي يوم اكتر من 5 بني ادمين اقبض عليهم. انا طولت عليكم على مشاهدينك. لا خالص، ده بالعكس احنا بنستفيد من حضرتك يا فندم. بشكرك يا سياده المستشار، ربنا يخليك.